السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحلى متابعين. النهاردة هنعمل الكريب الاقتصادي بدون بيض، بدون لبن، بدون استخدام طاسة تيفال. هنجيب شفشق الخلاط، هنحط 3 كوبايات دقيق. ادي أول كوباية، بنحط بالمج المعياري يا جماعة أو أي مج عندك، المهم إنها تكون نفس الكوبايات للمية وللدقيق. وهنحط عليهم 3 معالق نشا. انا هنا حاطه عادي بمعلقه معياريه، انت ممكن تحطي بمعلقه الاكل العاديه، وزيهم 3 زيت. وده بقى المكون السري اللي هو الخل، بيخلي العجينه مرنه معايا وما تتقطعش. وعليهم 3 سكر. انا هسيب لكم المكونات العجينه في صندوق الوصف. معلقه ملح صغيره، وكيس فانيليا، ده اختياري بس بيخلي ريحتها جميله وما بيأثرش سواء هتعمليه بحشو حلو او حادق. هناخد كل ده وهنضربه ضربتين كده في الخلاط. لو انت ما عندكيش خلاط اعمليه عادي كده بايدك، بس اهم حاجه صفي الخليط عشان التكتلات، لو في تكتلات او حاجه. انا بقى بختبر العجينه، هحط صباعي كده وهشوفه. لو العجينه فضلت عليه زي ما هي قدامكم كده يبقى تمام، عجينتي مظبوطه. لو صباعي شف والعجينه كلها نزلت يبقى انا كده محتاجه ان انا ازود معلقه دقيق او معلقتين. هنسيب بقى العجينة تستريح. هجيب صينية ألمونيا، عندي أي صينية عندك المقاس اللي انت ترضي عنه، دي مقاس 32. وهعمل لها بقى الخلطة اللي هتحولها لطاسة تيفال غير قابلة للالتصاق. هنا هحط في الطبق ده معلقتين دقيق، عليهم معلقتين زيت. تبقى شفافة كده يا جماعة زي ما انتوا شايفينها. وادهنها بفرشة، ما عندكيش فرشة بمنديل، ما تخليش حاجة توقفك يعني. انا بحاول اسهل عليك الدنيا. هاخد بقى الصينية دي كده وهروح على يعني نسوي بقى الكريب. وركزي قوي في الخطوات اللي جاية دي. هنا الصينية حطيتها على نار عالية جدا، اعلى حاجة على الشعلة الكبيرة، اعلى نار. اول ما العجينة يا جماعة دي تشف، اللي انا عاملاها اللي هي خليط منع الالتصاق ده يشف كده، ابتدي بقى ايه، انزل اصب الكريب بتاعي. وانا هنا اديني ماسكتها بصب، بنزل في نص الصينية والف العجينة يمين في اتجاه واحد بحيث تبقى املى الصينية كلها بالعجينة زي ما انتوا شايفين كده. واسيب النار عالية اول دقيقتين، واول ما الاجناب تفصل كده، يعني شايفين انا بالسبياتولا هتساعدك قوي انها مرنة ومش بتقطع العجينة. شايفين بحاول افصل العجينة من الاجناب. اول ما توصل معايا للمرحله دي بقى ابتدي اهدي النار خالص عشان ما تتحرقش منك. اهو شايفين يا جماعه العجينه ما شاء الله عليها، لا لزقت ولا اي حاجه، وكل حاجه قدام عينكم اهي. وكله بفضل المكون الخليط اللي احنا عملناه، الزيت مع الدقيق. انا بحاول الف الصينيه كاني بسوي صينيه كنافه، بحيث كل الكريبايه تاخد تسويه واحده ولون واحد من تحت. اهو شايفين. انا هنا استخدمت معلقة خشب، بحيث لو حضرتك مش عندك سبياتولا او حاجة استخدمي معلقة خشب، استخدمي معلقة معدن عادي. انا بقى بحاول هنا قلبتها بايدي، بس انت ما تعمليش كده، يعني انت ممكن تتقطع منك. ف هوريك المرة التانية واحدة عملتها ازاي. وهنا بسيبها بحطها في طبق كبير اهو. شايفين العجينة ما شاء الله عليها، وتغطيها بفوطة عشان خاطر لو تعرضت للهواء هتنشف.
انا بدهن بين كل كريبايه وكريبايه الخليط ده يعني مستمر معاكي لحد اخر كريبايه. اهو نار عاليه في الاول، اصب خليط الكريب في النص يا جماعه. انا بس مستنيه الطاسه لما تشف معايا، عشان اهو شايفين اهو، والف بشكل عشوائي جدا، مش لازم يعني حاجة بيرفكت، عادي احنا ستات بيوت عاديين زي بعض وبنحاول يعني نوصل لحاجة زي بر، والله بفضل الله طالع جميل، وهتجربي بنفسك وهتشوفي. اهو شايفين في ثواني العجينة بتفصل من الأجناب. اهو يا جماعة، لو وصلتوا لحد هنا يا ريت ما تنسوش اللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك بالقناة فضلا طبعا. اهو شايفين ما شاء الله، ولا الله ولا التصقت ولا اي حاجة خالص، وكل حاجة واضحة قدام حضراتكم زي ما انتوا شايفين. اهو انا بحاول بس افصل العجينة من كل حتة في الصينية. انا بقى الخطوة دي اللي بقول لكم عليها، انا قلبتها كده بالصينية لان انا خفت لا تتقطع مني، فانتي امشي بالطريقة دي افضل، اللي بيها وتروحي قلبها تاني. بس العجينة ان حط لها معلقة الخل والنشا، فده بيعادل القوام بتاعها ومش بيخلي العجينة مرنة معاكي يمين شمال، العجينة ما تتقطعش. اهو يا جماعة اهو، واقلبها من على الناحيتين اهو، طبعا نغطي بفوطة. هعمل معاكم واحدة تالتة عشان خاطر اثبت الفكرة في دماغكم، وكمان علشان خاطر محدش يشتكي ويقول دي بتلزق. لا شايفين انزل بالخليط في نص الصينية، انا بصب بالشفشة الخلاط مباشرة. ممكن انتي لو عندك كبشة ليها بوز يعني تعملي بيها، تعرفي المقدار الكريباية مثلا الصينية بتاعتك تاخد قد ايه وتكيلي بيها، بس انا يعني مش يعني كفاية بقى مواعين. اهو يا ريت يا جماعة تقولولي الأفضل إن أنا أعلق بصوتي على الفيديو ولا أرجع تاني للنص الكتابي أكتب. يعني أنا بس حبيت الوصفة دي بالذات أعلق عليها بصوتي عشان خاطر لو في ستات بيوت بسيطة مثلا يعني ما بتعرفش تقرأ أو كده، تبقى عارفة تعرف تطبق الوصفة، ولادها ما يتحرموش منها. هنعمل الحشوة البطاطس هنا يا جماعة أنا مقطعاها على بلانشة بحيث أخد صوابع إيه قد بعضها. هحط لها إيه بقى علشان تقرمش، هحط معلقتين خل، وهحط معلقة ملح كبيرة، وهقلبها وهقليها. هي الخطوة دي بس بتخلي البطاطس ما تشربش مني زيت كتير وتبقى هقليها عادي بقى بالطريقة بتاعتنا العادية وهرجع لكم. ادي البطاطس اهي مقرمشة وجميلة، وده فلفل رومي. شايفين هنا يا جماعة العجينة عاملة ازاي، عاملة زي قطعة القماش بالظبط، تشكليها زي ما انت عايزة، وده الدليل على نجاحها بفضل الله يعني. هنبتدي بقى خطوات الحشو. يعني احنا هنعمل بقى زي ما هما بيعملوا بره في المحلات، هنتني الكريباية نصين على بعض، وانا هنا لو تلاحظوا ابتديت بالبطاطس وهحط عليها الخضار، علشان خاطر لو حطيت الخضار الاول هيبوش لي العجينة من تحت. وهحط كاتشب، المفروض بيحطوا مايونيز وعايزه تحطي جبن او حاجه، بس انا ما فضلتش المايونيز هنا لان اولادي هياكلوا منها. والمايونيز طبعا انتوا عارفين بيتعمل بالبيض الني، وده طبعا يعني ضر بصحة الأطفال أو كده. إن شاء الله نحاول نعمله مع بعض هنا في القناة من ضمن الوصفات الاقتصادية برضو. أهو يا جماعة دي بقى طبعا عشان الأطفال، عندنا أطفال وبيبهدلوا الدنيا، فهنعمل إيه؟ هجيب الكريباية وأخليها زي ما هي بفردتها كده،
وهروح جايبة الحشو بنفس طريقة الحشو الكريبات اللي فاتت، هحطه في الربع الفوقاني ده، وهنحاول نحط كده واتني عليه بقى ايه نص الكريباية التاني. انتوا هتوضح لكم دلوقتي عشان بس ما الاطفال ما يبهدلوش الدنيا ويبهدلوا نفسهم، الحشوة تبقى محكومة جوه الساندوتش اهو يا جماعة اهو. فهمتوا طريقة الكلام؟ هنا بقى هنخليه طبعا عايزينه يبقى كريسبي على نفس الصينية، وقدامكم الصينية زي ما هي، لا اتحروقت ولا اي حاجة. هنعمل ايه؟ هنحط زيت وهننزل بالكريبات. شوفوا بقى اهم من الشغل ظبط الشغل. شكله زي بره بالظبط ما شاء الله يا جماعة. هو هيقرمش بقى من اقلبه على الجنبين، ياخد لون من هنا وياخد لون من هنا اهو. وانا هكمل بقى مع نفسي بقى الكريب بألف هنا وشفا. وما تنسوش يا جماعة تضغطوا تعملوا لايك للفيديو علشان يوصل لأكبر قدر من الناس. واشوفكم على خير في وصفة جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.